السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واقعة مأساوية صدمت الرأي العام، وأثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اهتز حي البركي بمدينة وهران على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها على يد ابنها، وذلك في ثاني أيام العيد، في حادثة مؤلمة تعكس حجم العنف الذي قد يختبئ خلف جدران المنازل. وبحسب المعلومات المتداولة وشهادات بعض الجيران، فإن الضحية تعرضت لاعتداء خطير بواسطة أداة حادة، حيث وجه لها ابنها عدة طعنات على مستوى جسدها، ما تسبب في إصابات بليغة عجلت بوفاتها في عين المكان، قبل أن يتم نقل جثمانها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي في وهران. الحادثة خلفت حالة من الذهول والحزن في أوساط سكان الحي، خاصة وأن الضحية حسب ما تم تداوله كانت معروفة بحسن أخلاقها وتفانيها في تربية ابنها، الذي لم يكن أحد يتوقع أن يكون طرفاً في مثل هذه الجريمة المروعة. وقد عبر العديد من المواطنين عن صدمتهم الشديدة، معتبرين ما حدث جريمة لا يمكن استيعابها أو تبريرها تحت أي ظرف. وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية بسرعة إلى مكان الجريمة، حيث باشرت إجراءات المعاينة وفتحت تحقيقاً معمقاً تحت إشراف الجهات القضائية المختصة من أجل كشف ملابسات الحادث وتحديد الدوافع الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي. ولا تزال الأسباب الكامنة وراء هذه الجريمة غامضة إلى حدود الساعة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، والتي من شأنها أن تكشف تفاصيل إضافية قد تساعد على فهم خلفيات هذه الواقعة التي هزت مشاعر الجميع. وفي ظل هول ما جرى، تتواصل ردود الفعل المنددة بهذه الجريمة، حيث عبر الكثيرون عن حزنهم العميق وتعاطفهم مع الضحية، مستحضرين قيمة الأم ومكانتها العظيمة، ومؤكدين أن ما حدث سيظل وصمة عار لا تمحى. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.